احتفى نجوم العالم الذين ينشطون في الدوري السعودي مع أنديتهم باليوم الوطني 93 للمملكة، وأقامت الأندية السعودية فعاليات بمناسبة اليوم الوطني 93 لبلادهم خلال الأيام الماضية، منها ظهور اللاعبين بالزي الوطني وأداء الرقصات التاريخية للدولة كرقصة العرضة وشرب القهوة العربي. وتحتفل السعودية يوم 23 سبتمبر من كل عام باليوم الوطني السعودي، وكان شعار الاحتفال هذه المرة نحلم ونحقق. وجاءت بداية احتفالات الأندية بتلك المناسبة مع نادي النصر الذي يلعب في صفوفه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق وهداف دوري روشن حاليا. ونشر على النصر مقطع في يوديو أظهر كريستيانو رونالدو وهو يرتدي البشت والشماغ ويمسك بالسيف ليرقص على أنغام شعبية تقليدية بجانب لاعبي الفريق. وانتشر الفيديو على نطاق واسع وحقق ملايين المشاهدات، خاصة أن رونالدو ارتدى البشت والشماغ لأول مرة بعدما شارك سابقا في احتفالات يوم التأسيس خلال شهر فبراير الماضي مرتديا الثوب للسعودي وهو يؤدي رقصة العرضة للسعودية. كان في مقدمة نجوم النصر أيضا السنغالي ساديو ماني الذي حرص أيضا على الاحتفال باليوم الوطني السعودي، وأدى ماني العرضة السعودية مرتديا الزي السعودي الكامل. وسار على ذلك النهج أسطورة ليفربول الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني الحالي للاتفاق ليخطف الأنظار أيضا في اليوم الوطني للسعودية. وبات جيرارد حديث للصحف العالمية بعد ارتدائه الزي السعودي، حيث اهتمت وسائل الإعلام الإنجليزية بهذا الحدث. ولحق البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الهلال بنظيره كريستيانو رونالدو، حيث ظهر وهو يؤدي العرضة السعودية التي اشتهر بها النجم البرتغالي مؤخرا. وظهر نيمار في مقاطع الفيديو التي نشرها الهلال عبر حسابه على سناب شات وهو يرتدي الزي السعودي بالكامل مع وجود الشماغ على رأسه. كما ظهر العديد من نجوم الهلال بالزي السعودي في إطار الاحتفال باليوم الوطني، أبرزهم المدرب البرتغالي جورجيو جيسوس، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والجزائري رياض محرز، والبرازيلي روبرتو فيرمينيو، والفرنسي نجولو كانتي، وغيرهم من نجوم دوري روشن السعودي.